طيب فيما يتعلق بالاسبوع الماضي استاذ مكرم، ال 20 فدان تم اضافتهم لل 6 قرية 6 اكتوبر اسبوع، وانا امبارح في البرنامج سلمت، ويا ريتني كنت اعرف ان انا جاي هنا اهو، سلمت الى السيده منى الشاذلي خطابات رسميه موقعه، كل ده قبل الانتخابات الاولى، بما فيها الكمبيوتر، بما فيها ارض بلوزه، بما فيها كله. انا مش راجل صغير، ده انا راجل ليا تجربه في الحياه وتجربه في النقابه وتجربه مع الدوله، ولا يمكن ان انا قاعد واقول انني سبني لك مدينه وانا لسه ما خدتش موافقات مكتوبه على هذه المدينه، ومانيش صغير واهبل ان انا اقول والله هجيب لك 80 مليون 80 جنيه في تبادل التكنولوجيا دون ان يكون في جيبي قرار رئيس الوزراء في هذا، ومش انا اهبل عشان اقول والله ان 20 فدان هينضموا الى المدينه وانا لسه بحلم او اطالب. كل هذه الاشياء قدمتها الدوله لي قبل كذا. لماذا قدمتها الدوله؟ هل هي رشاوى؟ لا، قدمتها الدوله لسبب، لانني ذهبت وانا بقول حقائق، ذهبت الى رئيس الوزراء وشرحت له حال الصحفيين المصريين منذ فتره منذ فترة وأداوم على الاتصال به، وأداوم على تذكير كل مسؤول بصورة حياة الصحفيين المصريين. لديكم 3 أجيال في وضع صعب، لا يملكون مسكنا، لا يملكون عقودا آمنة، يستثمروا استثمار سيء في كثير من دور الصحف الصغيرة، لا يتقاضون مرتبات، بدل الدعم التكنولوجي يكاد يكون هو حياتهم. لن نستطيع أن ننهض بالصحافة المصرية رغم الحرية الواسعة اللي موجود فيها. الحرية وحدها لا تكفي، انك تدي حرية وتجوع الصحفي لا، هيستخدم الحرية ضدك. انك لابد انك انت في النهاية، كنت بقول لهم كده، لابد ان نعلمهم ابتداء من أن يسكن في مسكن مريح، نوكلهم من دخل يحفظ له كرامته، لأنه إذا ما لقاش الدخل الذي يحفظ له كرامته سوف تقع مصائب. طب أستاذ مكرم، من ضمن اللي شفناه دلوقتي بعد نهاية الانتخابات خرجت هتافات تقول النقابة مستقلة. السؤال هو ما هو مفهوم استقلال النقابة من وجهة نظرك أستاذ مكرم؟ أنا لا أعرف، هذا برضو من المغالطات المشينة، مغالطات مشينة، لأنه الذين كانوا موجودون على النقابة وبيننا 3 أو 4 من إخوان المسلمين وبيننا 2 من الناصريين، ما نزلناش بالجبل بالكلاشينكوف إلى شارع خالق ثروت واستولينا على النقابة وأقصينا المجلس القديم. احنا داخلين في انتخابات حرة، هي أنزل انتخابات بتتم في مصر، فيها درجة من الشفافية، والانتخابات ما جابتش مكرم محمد أحمد، والصحفيين بينتخبوا تشكيلة وفقا لرأيهم في الشخص، فبيطلع مرة 4 إخوان، مرة 3 إخوان، مرة يطلعوا مستقلين، وبيعتبر الصحفيين أن المعيار المهني جزء أساسي في اختيار النقابة، فأنا لا أعرف ما معنى الاستقلال. طيب هل تقصد الاستقلال المادي؟ طب أنت هتعمل استقلال مادي، هل انت فاهم ان النقابة دي جزء من الحكومة؟ النقابة جزء من الدولة. فهم قاصر وفهم صبياني، الفهم بين الحكومة والدولة، فهم قاصر وفهم صبياني. طيب انا الدولة تدفع 100 مليون جنيه لنقابة الصحفيين من اجل ضمان دفع بدل التكنولوجيا، اضافة الى ضمان دفع ما بيسموه مكافآت نهاية الخدمة في بعض المؤسسات الصغيرة، والدولة تدفع للمعارضة قبل الصحف القومية. الاستقلال ده أو الموت الزؤام، لا الناس دي استولت على النقابة بالكلاشينكوف ولا الناس دي على وجه الإطلاق، وفي نفس الوقت أيضا ليس لنا مالية ضخمة. احنا كل الحكاية 5500 واحد تمكننا من هذا. يقول لك احنا لنا أرض قيمتها 21 مليار جنيه في مدينة نصر، تذهب لتسأل عن الأرض اللي قيمتها 21 مليار في مدينة نصر، 11 فدان يقتسمها خط ضغط عالي، خط الضغط العالي يمنع استخدامها، وهم نايمين اقتطع منها 4 أبدنة في الفوق من أجل توسيع الطريق.
الدائري واقتطع منها كذا وصفت في النهاية على 3 أفدنة وهم نايمين. صدر قرار من الطيران المدني والقوات المسلحة بأن أكبر ارتفاع يمكن أن يبنى في هذه المنطقة 50 سنتي. ورحنا وشفنا وكلمنا وكان وزميلة يعني زوجة رئيس مجلس إدارة الشركة زميلة لنا وعاونتنا، وراجل شرح ببساطة وشرح كله وحاول أن نقدم البدائل. يعني كلام في كلام. وأنا مستغرب حقيقة. أكثر ما يقلقني في هذا الضعف المهني، إنك أنت تتلقى حقيقة لا تدققها، لا تفحصها، لا تسأل لا توثقها، لا تسأل عن ما. طب اسأل يا سيادة المرشح العظيم مجلس النقابة وهذا من حقك، ايه حكاية أرض مدينة نصر اللي انت عاوز توصفها بأنها 21 مليار؟ سنقدم لك الخرائط، سنديك آخر محضر لهذا الاجتماع. ولكن هو القصد كله عارف ايه؟ أنا مش عاوز أقول إنها يعني عملية تسويق على أساس فاشل وعلى أساس غير حقيقي، انك تسوق افكار كاذبه، انك تسوق ضلالات لا اساس لها من الصحه، انك تسوق ان المدينه كاذبه. ده وصل الامر الى ان الزميل بيقول ان انا بعتبر واحد من اهم الاعمال الصحفيه التي عملتها في حياتي هي المراجعات، لانها اسهمت على الاقل في تكريس المراجعات مع الجماعات الاسلاميه اللي انت عملت الجزء الثاني بتاعها. يقوم يقول لك ان حتى هذه المراجعات عملت لحساب وزير الامن. كلام يعني على رأي الله يمسيه الخير استاذنا الفاضل محمود السعداني، كلام الحنكيش ولا كلام حنكوشي. الحنكوشي فات اوانه وفات امره. هقول لك على حاجه. الحمله التي قالوا فيها ان هم شباب وانا شيخ وعجوز، اترجى انك انت تتفرج على الصور النهارده. شباب الصحفيين باكملهم في كافه المؤسسات هم الذين كانوا يقودون حملات. طب ده اللي وليس في المؤسسات القوميه، لا، في الصحف الحزبيه الصغيره. بل هقول لك على اكثر من هذا. قال لك ان رؤساء الصحف القوميه، عارفه ان امضيت الاسبوع ده في ايه؟ امضيت الاسبوع اللي ماضي ما بين الاحد والاحد الف على المؤسسات عشان اقول لهم اذا كان في رئيس مجلس اداره قال لكم انتخبوا مكرم بالاوامر، اترجاكم لا تنتخبوا مكرم بالاوامر. اترجاكم من يريد ان ينتخب ضياء رشوان فهو امن على نفسه، لسبب بسيط. لان احنا بننتخب دلوقتي في الالف بلتكل وليس بصناديق المؤسسات. ولو رئيس مجلس الاداره او النقيب او حتى وزير الداخليه شارلوك هولمز مش هيعرف مين فين مين صوت هذا الانتخابات. ولكن الزن بكلام كاذب، الزن بكلام كاذب. لما فهموا الشباب هذه الحقائق تغير الموقف ب 360 درجة. ومن يرى النهارده شباب الصحفيين من كافة المواقع قومية وحزبية قالوا ايه؟ قالوا ان رؤساء مجالس إدارة تصرفوا في المال العام، وانهم جابوا الناس على حساب بتذاكر على حساب كذا وكيف. الصحفيين الموجودين في الخارج يأتوا في كل انتخابات بتذاكر مخفضة 50% من الحد الأدنى للتذكرة، بتعتبر أنها مناسبة. المناسبة بعض الناس في المواقع بيقعدوا 4 سنين، بينزل ينتخب يؤدي واجبه الانتخابي وبناء على طلبهم، وفي نفس الوقت يشوف أسرته 3 أيام ويرجع. هو بقت عادة في النقابة، عادة وعرف. وغير كده هم في الأغلب هم الذين يدفعون، في الأغلب الصحفيين هم الذين يدفعون. ولكن زي تشويه، وإنه مكرم سقط لأنه وقف جنب رؤساء مجالس إدارات الصحف لمدة 4 ساعات يوم الانتخاب. كلام يعني مش